انت لسه ما لبستيش ليه يا ماما؟ يا خبر، احنا اتاخرنا جدا على الفرح كمان. يلا بقى بسرعه البسي بسرعه يا ماما. لا طبعا يا سامبا حبيبي، يا خبر، انت عايز نوافق على ان انت تتجوز فضائيه كمان؟ دي ممكن تخليك في الفضاء وما ترجعكش الارض تاني يا سامبا. مستحيل طبعا اوافق يا حبيبي. ايه اللي انت بتقوله ده كمان؟ يا خبر يا ماما، لازم تيجي معايا يا ماما، كده شكلي هيبقى وحش جدا كمان. وكمان هيقولوا ان مامتي وبابايا ما جوش معايا وهيبقى شكلي مش حلو كمان يا ماما. ايه ده يا سامبا، انت رايح على فين يا حبيبي؟ يا خبر، انت كمان لسه ما لبستش يا بابا؟ مش انا قلت لكم ان انا هتجوز فضائيه وهسافر الفضاء كمان؟ بص يا ابو سامبا، بص سامبا بيقول ايه. يا خبر، انا مستحيل اروح الفرح الشرير ده، وكمان مستحيل اوافق ان هو يتجوز فضائيه كمان يا ابو سامبا. هدي نفسك بس يا ام سامبا، ايه اللي انت بتقوله ده يا واد يا سامبا؟ مش احنا قلنا لك ما ينفعش كده يا حبيبي واعترضنا كمان؟ عشان خاطر يا بابا انا مش هينفع اروح الفرح لوحدي خالص، وبعدين بقى لو انتوا مش هتروحوا انا هروح لوحدي وخلاص. يلا بقى على اذنكم. يا خبر يا ابو سامبا، بص الواد سامبا بيعند ازاي، وكمان عايز يروح الفرح لوحده. طب وبعدين يا ابو سامبا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما اعرفش والله يا ام سامبا. خلاص لما نقعد نفكر مع بعضينا كده ونشوف هنتصرف ازاي كمان. ماشي يا ابو سامبا. ايه يا سامبا ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ وكمان عايز تتجوز فضائيه من الفضاء كمان علشان ممكن تحبسك هناك وما ترجعكش الارض تاني يا سامبا؟ مالكش دعوه انت يا اردون، خليك في حالك، انا عارف انا بعمل ايه كويس قوي، وما تدخلش نفسك بقى في حوارات مالكش دعوه بيها اصلا. ليه بس كده يا سامبا؟ ازاي بتتكلم اردون صاحبك كده؟ إيه لازم تسمع الكلام يا سامبا، ما ينفعش تتجوز فضائيه، دي ممكن تحبسك كمان يا صاحبي في الفضاء. يا خبر بقى لو ما رجعتش الارض تاني يا سامبا تبقى مصيبه كمان. مالكش دعوه انت كمان يا فلافيل، ولو انتوا الاتنين مش عايزين تيجوا الفرح بتاعي ما تجوش، بس انا هتجوز فضائيه، انا هتجوز فضائيه كمان. شفتي يا ام فلافيل؟ شفت المصيبه اللي حاصله في الغابه؟ بيقولوا على ايه يا اختي؟ سامبا عادي يسافر الفضاء ويتجوز من هناك فضائيه كمان. ايوه شفتي يا ام اردون؟ دي مصيبه سودا ولا ايه؟ بس احنا بقى هنروح الفرح ولا هنعمل ايه كمان يا ام اردون؟ ايوه يا جماعه، لازم نروح الفرح علشان نجابل سيمبا وابو سيمبا وام سيمبا كمان. دول ملوك الغابه ولازم نجاملهم، ما ينفعش ما نروحش الفرح كمان. ايوه عندك حق يا بقوره، لازم نروح الفرح علشان نجاملهم. يلا بقى هستأذنكم كده، هروح اغير هدومي والبس فستان الفرح ده علشان نسافر على الفضاء كمان، وهو المره نشوف الفضاء ده عامل ازاي. هنعمل ايه يا ابو سيمبا؟ هنروح الفرح بتاع سيمبا وامرنا لله، ولا هنعمل ايه بس دلوقتي؟ والله يا ام سيمبا مش عارف، بس بقى لازم نروح عشان ما نسيبش سيمبا لوحده كمان ويروح الفرح لوحده، ممكن يتحبس هناك. يلا يا ام سيمبا، البسي فستانك كده وجهزي نفسك وهنروح كمان. يا خبر يا ابو سيمبا، اما انا خايفه بشكل ده اول مره اطلع الفضاء كمان. يا خايفه احسن يكون في كائنات متوحشه ياكلونا ولا حاجه. ما تخافيش يا ام سيمبا، ده كله كلام افلام وخلاص. يلا انا اروح البس البدله بتاعتي واجهز وانت جاهزي على طول. يلا مع السلامه يا ام سيمبا. الله يسلمك يا رب يا ابو سيمبا. يلا جاهزين، كل واحد قاعد مكانه جاهز يا سيمبا يا حبيبي. ايوه يا بابا، فرحان جدا ان انتوا كلكم جايين معايا، متشكر ليكم كلكم. الف مبروك يا سيمبا يا حبيبي. يلا بقى يا ابو سيمبا اطلع بينا على الفضاء علشان نحضر الفرح الجميل ده، ويا رب بقى يبقوا عاملين تورته علشان ناكل من التورته الجميله دي. طيب يلا بينا بقى. ايه ده؟ الحق يا ابو سامبا، الفضاء مليان زغاريد كتير قوي، وكمان مليان لمب شكلهم نصبوا الفرح ولا ايه يا ابو سامبا؟ ايوه يا ام سيمبا، شكل الفرح هيبقى جميل جدا، وسيمبا هيبقى عنده حق كمان. على العموم احنا هنشوف ونجرب كمان. بص يا سيمبا، شايف الفضائيين شكلهم وحش ازاي تعمل بس كده يا حبيبي؟ ازاي تتجوز فضائيه كمان؟ بس بقى يا ماما، بس بقى انت لما تشوفي العروسه هتحبيها قوي، وكمان شكلها جميل جدا وهتعجبك كمان يا ماما. اهلا ازيك يا خاله ابو سيمبا، انا العروسه مرات سيمبا ابنك، ازيك عامله ايه؟ وحشتيني قوي. متشكره جدا يا حبيبتي، الف مبروك. بص يا سيمبا، بص مامتك بتكلمني ازاي بقرف كمان، هي مش متشرفه بالفرح ومش عايزه تيجي الفرح ولا ايه يا سيمبا؟ خلاص ما تزعليش يا فضائيه، هي بس بترحب بيكي لحد ما تاخد عليكي كمان. ما تزعليش بس كده، شويه هتتكلم معاكي كويس. يا سلام، دول كلهم فضائيين، انا بقى هرجع عليهم بفرقعات كتير علشان ابوظ الفرح بتاع سيمبا. يا خبر بص يا سيمبا، بص سكيو ابن عمك ده ولا ابن عمتك بيرموا فرقعات كتير في الفرح وعايز يولع فينا كمان. الحق بقى يا سيمبا، بدل ما اخلي شرطه الفضاء تيجي تقبض عليه كمان. يا خبر، بس يا سكيمو، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما ينفعش كده يا سكيمو، دي مش البلد بتاعتنا كمان، ممكن يجوا يقبضوا عليك كمان. بص يا ابو سامبا، سكيمو عمال يرمي فرقعات كتير جدا. يا خبر، كويس جدا، اول مره سكيمو ده يعمل حاجه حلوه في حياته كمان. ايوه يا ابو سامبا، سكيمو عمال يرمي فرقعات على كل الفضائيين كمان، بس ربنا يستر وما يقبضوش عليه. الف مبروك يا سيمبا يا حبيبي، يا سلام على الفرح الجميل وعروستك زي القمر كمان. انا بقى لما اجي اخطب لفلافيل وابني هخطب له من الفضاء زيك كده يا سيمبا. متشكر جدا يا خالتي ام فلافيلو. ايه رايك بقى في اللمب والزينه كمان والتورته الحلوه دي؟ جميله جدا يا سيمبا يا حبيبي، ولا ايه رايك يا بقوره؟
ايوه الف مبروك يا سيمبا يا حبيبي. ربنا يسلم لك على خير ان شاء الله كمان. بصي يا ماما، بصي خالتي ام سيمبا لابسه ايه، شكلها مضحك قوي، وكمان الفستان مش حلو عليها. ايوه بطي يا فضائيه، الفستان مش حلو عليها وشكلها وحش كمان. احنا عايزين نطردها من الكوكب بتاعنا ده وما تجيش عندنا تاني كمان. بص يا سيمبا يا حبيبي، بص بيقولوا عليا ايه كمان هي ومامتها، انا لازم اتخانق معاهم واضربهم هما الاتنين كمان. خلاص يا ام سيمبا، ما تعمليش مشاكل في كوكب الفضائيين، احنا مش ناقصين يا ام سيمبا، ارجوكي خلاص اسكتي بقى. لا يا ابو سيمبا، انت شايف بيتريقوا عليا ازاي ويقولوا فستاني بتاعي مش حلو كمان. طيب انا هوريهم بقى، خدي على دماغك بقى يا فضائيه انت. بوبو بوبو خلاص يا مام، ارجوكي ما تضربيش العروسه دي بقى، دي كده هتتبهدل، الفستان هيبوظ كمان. ماشي يا سامبا، انا همشي من الفرح ده ومش هاجي هنا تاني كمان. لا انا لازم ابلغ عليكي الشرطه الفضائيه يا خالتي ام سامبا علشان تيجي تقبض عليكي كمان. خلاص يا جماعه استهدوا كده، ما ينفعش كده. يلا بقى عشان نقطع التورته الجميله اللي على شكل كوكب الارض دي وناكلها كمان. لا يا عم ابو سيمبا، انت عايز تاكل من التورته بتاعت الفضائيين بتاعتنا ولا ايه؟ التورته دي الفضائيين كلهم هياكلوها والمعازيم اللي من الفضاء كمان، لكن انتوا مش هتاكلوا من التورته دي خالص ولا هتمدوا ايدكم عليها كمان. يا خبر ينفع كده يا سيمبا؟ ابو العروسه مش عايز ياكلني من التورته يا حبيبي وعايز يطردنا كمان. ما ينفعش كده يا عمو، ليه بتقول كده؟ ده بابا كده هيزعل منك وهننزل الكوكب تاني كمان. اهو ده اللي عندنا بقى، التورته دي احنا اللي هناكلها ومفيش اي حد من كوكب الارض هياكل منها كمان. شفت يا ابو سيمبا، شفت دول الاشرار ازاي وعايزين يجروا شكلنا كمان. طيب انا همسكهم كلهم اضربهم علقه كمان. خدوا على دماغكم بقى. بوبو على فكره يا سيمبا، مامتك دي مفتريه قوي، وانا هطلب لها الشرطه الفضائيه عشان تيجي تاخدها كمان. الو شرطه الفضاء معايا، تعالوا بسرعه اقبضوا على خالتي ام سيمبا، دي عماله تعمل اعمال شغب كتير قوي ولازم تقبضوا عليها كمان. يا خبر، ينفع كده يا فضائيه تبلغي الشرطه بتاعت الفضاء عن ماما كمان؟ كده هياخدوها السجن والفرح هيبوظ ومش هنكمله كمان. اعمل ايه يعني يا سيمبا؟ مامتك مفتريه قوي وعماله تضرب مامتي وبابايا كمان، لازم الشرطه تيجي تاخدها علشان تتعلم الادب وتحرم تعمل كده تاني كمان. يا خبر، ايه الحق يا ام سيمبا، انا سامع صوت شرطه كمان جايه تاخدك ولا ايه؟ ربنا يستر يا ام سيمبا، انا خايفه قوي يا ابو سيمبا. هو لما الشرطه تيجي هتدافع عني ولا ايه؟ لا يا ام سيمبا، ما ينفعش ادافع عنك لحسن ياخدوني انا كمان معاكي ولا حاجه. يلا قدامي يا ام سيمبا على السجن عشان تعلمي الادب وتحرمي تضربي الفضائيين كمان. يا خبر، ارجوكي يا حضره الظابط، انا ما عملتش حاجه، الاشرار دول هم اللي كانوا عمالين يضربوني ويتريقوا عليا كمان. قلت لك يلا قدامي يا ام سيمبا على شرطه الفضاء ومش هتخرجي منها طول عمرك كمان. يا خبر، اتصرف يا سيمبا يا حبيبي، هيقبضوا على مامتك وياخدوها على السجن كمان. يا خبر، اعمل ايه دلوقتي يعني يا بابا؟ طب تعالى نروح اسم الشرطه ونخرجها وبعد كده هننزل على الارض على طول ومش هتجوز من الفضاء تاني يا بابا. ايوه كده يا سيمبا يا حبيبي، يلا بينا عشان ننقذ مامتك كمان. هو انت رايح فين يا سيمبا؟ انا مستحيل اسيبك تمشي كده وتسيب الفرح كمان، ده انا كمان هيبقى شكلي وحش قوي قدام المعازيم وقدام الفضاء كله. ايوه انا لازم اسيبك يا كائنه فضائيه، انت خليتي الشرطه تقبض على ماما كمان وتاخدها على السجن، ولازم اروح انقذ ماما حبيبتي قبل ما تدخل السجن بتاع الفضاء وما تطلعش منه كمان. برافو عليك يا سيمبا يا حبيبي، يلا سيبك من الكائنه الفضائيه دي وتعالى يلا علشان ننقذ مامتك. يلا